فالآن مع كلمة للأستاذ جمعة عبد الحميد رئيس ائتلاف الثورة المصرية، محامي بالاستئناف، مراسل صحفي، فتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من حضراتكم قبل أي شيء أستأذن حضراتكم في 5 ثواني وقوفا حدادا على شهداء مصر وشهداء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أقدم الشكر والتقدير لرئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع المسؤولين في إيران والقائمين على هذا العمل، للبرلمان. أحمل إليكم من ميدان التحرير بالقاهرة ثوار شباب التحرير، أحمل إليكم رسالة حميمة. تلك الرسالة تقول لكم: نحن بقلوبنا معكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإني أحمد الله أننا وقفنا معكم اليوم بعد سقوط هذا الطاغية العميل لإسرائيل وأمريكا، الذي حال بيننا وبين إيران، وحال بيننا وبين الثورات، وحال بيننا وبين المخلصين، وحال بيننا وبين كل من وقف أمام إسرائيل. يوم جمعة القدس العالمي بمصر جئت بنفسي ووقفت في ميدان التحرير، وأخذت 3000 من الثوار، ونظمت تلك المسيرة، وتوجهت إلى تلك السفارة الملعونة العارة على مصر، وأقول من منبركم هذا: تلك السفارة الملعونة التي بمصر، والتي كانت من مطالب الثورة الطاهرة المصرية السلمية، كنا نطالب بطرد ذلك الخنزير سفير إسرائيل وإلغاء معاهدة كامب ديفيد. ثم حملت على الأعناق وأنا أهتف وأقول: تسقط كامب ديفيد، رمز الذل والعار. ثم اتجهنا إلى السفارة الإسرائيلية ونحن نهتف ونقول: ارحل ارحل، لا نريد إسرائيل، ارحل ارحل، لا نريد الكيان الصهيوني. ثم تسلقنا الجدار وحطمناه تحطيما بفضل الله رب العالمين. فأقول وأختم كلامي بهذه الكلمة لضيق الوقت: إن شعب مصر 85 مليون والله حملوا ويحملون أرواحهم وأكفانهم على أيديهم، يريدون أن يتوجهوا إلى إسرائيل ليسقطوها ويهلكوها، ولكن ما زال هناك عملاء في مصر، عملاء لأمريكا وإسرائيل، وعلى رأسهم المشير محمد حسن طنطاوي، ذلك الذي تربى وتجرع على يد هذا الطاغية محمد حسني السيد مبارك، المتهم الأول في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير. فمن منبركم هذا وباسم شباب ثوار التحرير، وأكرر: باسم شباب التحرير، باسم شباب ثوار التحرير، أعلنها وأقول: يا مشير يا طنطاوي، والله لو تركت مصر وتركت مصر للشباب
ما جعلنا للكيان الصهيوني اي مكان في مصر ابدا. واسأل الله لكم التوفيق، واسأل الله التوفيق لفلسطين، وان نكون العام المقبل ان نصلي جميعا في بيت المقدس مع دولة فلسطين. شكرا. احسنت. شكرا للأستاذ جمعة. وإن شاء الله هذه الأمة بكل مكوناتها دولا وشعوبا، وخاصة الدول التي نهضت بمشروع المقاومة خلال السنوات الماضية، ومعها قوى المقاومة وشعوب الأمة جميعا، أسأل الله أن يجري الخير على يديها ونستعيد معا فلسطين من الكيان الصهيوني إن شاء الله. I'd like to ask humbly for permission for our senior rabbi, the distinguished Rabbi Moshe Dov Beck, to say words of greeting for us. We bless the President with all the blessings. We would like to read the inscription. May this gift be a token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Torah Jewry, presented by Neturei Karta International, New York, USA. The President is of the world leaders. صراع من نوع خاص تشهده منطقة الخليج العربي، هجمة فارسية اللغة، استعمارية الفكر، وسياسة عدوانية تضرب بكل معاني أخلاق حسن الجوار والعلاقات الطيبة. هذه الأيام كشفت عن فكر إيراني متطرف بدافع تصدير الثورة الإيرانية إلى مختلف البلاد العربية، وجهود لإحياء المشروع الصفوي في المنطقة وشق الوحدة الخليجية. الأحداث في المنطقة كشفت عن الدور الإيراني المتوغل في أحداث البحرين والشمال الشرقي للسعودية، علاوة عن الترحيب الإيراني المعلن لكل الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا ثم اليمن، وسكوت مثير عن أحداث سوريا. لكن الطامة الكبرى كانت في أحداث البحرين، والتي كشفت عن الأهداف الإيرانية الخبيثة في زعزعة استقرار البحرين. لكن يبدو أن الهدوء لغة لا تعلمها إيران بعد أن أعلنت عن انزعاجها من تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في دعم استقرار البحرين وخروج تصريحات إيرانية مستفزة تصدت لها دول الخليج، من بينها السعودية التي عبرت عن استهجانها واستنكارها لبيان إيراني وصف السياسة السعودية بأنها لعب بالنار. وتجاهل البيان التدخلات الإيرانية لإثارة الفتن والقلاقل على أراضي دول الخليج، وكان آخرها ضبط شبكة التآمر الإيرانية المرتبطة بعناصر رسمية إيرانية على أرض دولة الكويت. وكان للقضاء الكويتي الشامخ دوره في التصدي لهذه الشبكة بشكل مفصل، وقضى بأحكام عادلة
بالإضافة إلى التصرف الحكيم من الخارجية الكويتية بقرارات تعمل على عدم المساس بأمن البلاد مع مطالبات دائمة بحسن الجوار. ثمة أحداث أخرى كشفت عن دور إيران من خلال تقرير أمريكي يؤكد الدور الإيراني المشبوه في المنطقة ووجود خلايا نائمة في عدد من دول مجلس التعاون، وهو ما يستدعي وقفة حازمة من دول الخليج العربي. مصادر مطلعة أكدت أن وزراء دول مجلس التعاون العربي سيعقدون اجتماعا لبحث آخر التطورات في هذا الشأن. العلاقة الإيرانية العربية وخاصة الخليجية أصبحت على المحك، فهل من وقفة أمام الأحلام الإيرانية التوسعية والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لدول الجوار الخليجي؟